السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض باقي تكملة النكرة والمعرفة القواعد النحوية، كتاب الأضواء سنة 6 الترم الثاني. ما تنسوش حبايبي تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نقول بسم الله. حدد الاسم المعرفة في الجمل الآتية وبين نوعه. اسم المعرفة ونوعه ايه؟ تحرص مصر على إنتاج الطاقة الشمسية. عندك هنا مصر دي معرفة لأنها علم، وعندك إنتاج، وعندك الطاقة الشمسية، دول كلهم أعلام. طيب نوعه إيه؟ هتقول مصر دي علم، أما إنتاج هتقول له مضافة إلى معرفة، والطاقة الشمسية معرفة بأل. يعني أنا طلعت لك كل اللي في الجملة كله، يعني عايز تكتب واحدة أو اتنين براحتك. انتقلت أسرتي إلى منزل جديد، هتقول أسرتي دي معرفة ومضافة إلى معرفة. طيب هنا بيقول لك هذه حضارة عريقة، هتقول له كلمة هذه ودي اسم إشارة. طيب يقدم المطعم مأكولات شهية، المطعم معرفة لأنها معرفة بأل. السيارة برضو معرفة لأنها معرفة بأل. وعندك سليمان معرفة لأنها اسم علم. أنتم مخترعون مبدعون، أنتم هنا معرفة لأنها ضمير. خلاص يا شباب كده احنا استخرجنا الاسم المعرفة اهو في الجمل وبينا نوع. طيب صوب ما تحته خط في الجمل التالية. بتوفر تطبيقات الهواتف الذكية خدمات مفيدة. كلمة تطبيقات معرفة بأل، معرفة بأل هتقول له معرفة مضافة إلى معرفة مش معرفة بأل. اخترع إبراهيم طائرة بتعمل بالطاقة الشمسية. كلمة إبراهيم معرفة، نوعها ضمير، هتقول له لا ده علم، إبراهيم ده علم، ده اسم إنسان. أنشأت الدولة حدائق واسعة. كلمة حدائق معرفة، لا هتقول له دي نكرة. المتحف الذي زرته ضخم. كلمة الذي نكرة، هتقول له معرفة مش نكرة. انقطعت الكهرباء عن المنزل لفترة طويلة. كلمة الكهرباء معرفة لأنها علم، تقول له لا ده معرفة بأل، فيها ألف ولام اهي عشان كده هي معرفة. طيب حذر العلماء من ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات. كلمة مياه معرفة بأل، تقول له ده معرفة بالإضافة. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. كلمة الأقصى معرفة بالإضافة، تقول له لا ده معرفة بأل، فيها ألف ولام اهي. هذان مهندسان بارعان. كلمة هذان هتقول له معرفة لأنها اسم موصول، لا هتقول له ده اسم إشارة. فاز اللاعب بميداليات ذهبية كثيرة. كلمة ذهبية تقول له معرفة، هتقول له لا ده نكرة. الطاقة المتجددة طاقة نظيفة. كلمة المتجددة معرفة بالعلمية، تقول لا ده معرفة بألف ولام اهي. اقرأ ثم أجب. للعلم أهمية كبيرة في حياتنا، فهو الوسيلة التي تمكننا من فهم العالم حولنا، وهو الذي يفتح لنا أبوابا جديدة للتفكير وبيوسع آفاقنا. من خلاله بنحقق تقدما في المجالات المختلفة كالطب والهندسة وغيرها، وبيسهم العلم في تحسين حياتنا وتوفير الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجهنا. اعرب ما تحته خط يا بطل. هنقول الوسيلة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. العالم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. كلمة المجالات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. يلا يا بطل بيقول لك هنا استخرج من الفقرة اسم نكرة، هتقول له كلمة أهمية. طيب مفعول به، هتقول له كلمة أبواب. طب ضمير وحدد النوع، هتقول له هو، وده ضمير ايه منفصل. اسم معرفة وبين نوع، هتقول له حياتنا، وده مضاف إلى معرفة. هات لي فاعل، هتقول له كلمة العلم. كده احنا استخرجنا اللي في القطعة. أهمية، أبواب، حياتنا، ودي مضافة إلى معرفة، وهو ده ضمير بارز منفصل، والفاعل هتقول له كلمة العلم. طيب صوب ما تحته خط بيقول لك وصل بعض السائحون، لا هتقول له بعض السائحين. كده يا بطل حلنا صفحة 85. ننتقل ل 86. ما تنسوش يا حبايبي تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. للعلم القوى المحركة لتقدم المجتمع ونهضته، حيث أنه بيرتقي بالمجتمع ويطوره من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه بيوفر حلول للمشكلات التي يواجهها أفراد المجتمع مثل مشكلة الفقر وتلوث البيئة وغيرها. اعرب ما تحته خط. نقول المجتمع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. كلمة حلول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كلمة أفراد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. معرفة بأل، هتقول معرفة بأل، هتقول له هنا الكلمة العلم اسم موصول، هتقول له كلمة التي. نكرة هتقول له كلمة حلول. ضمير مستتر وقدره هتقول له يرتقي وتقديره هو. أكمل بما هو مطلوب من القوسين. اخترع العالم، هتقول له جهازا جديدا يستمتع الناس بمناظر الطبيعة الخلابة. صوب ما تحته خط. يتصف أهل مصر بالكرم وحسن الضيافة. كلمة مصر معرفة بالإضافة، هتقول له لا ده معرفة بالعلمية. كده يا بطل حلينا صفحة 86. ننتقل إلى صفحة 87. اختبر نفسك. ما تنسوش حبايبي تدعمونا بلايك. يلا بينا. بيقول لك هنا النص الشعري المحرر من المحتوى. اقرأ ثم أجب. في ازدياد العلم إرغام العدا، وبه ذو الفضل بالعليا حل. فاستقم واصبر وسر واطلب، تجد كل من صار على الضرب وصل.
واجتهاد المرء مرقاة العلا، وسرى البدر به البدر اكتمل. الأبيات مرادف صاحب هتقول له بمعنى ذو. طيب مضاد نقصان هتقول له ازدياد. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. من يسر في طريق العلم يصل إلى أهدافه ويحققها صح. الاجتهاد في طلب العلم بيؤدي إلى نبل أو نيل المكانة العالية صح. كلمتين لهما نفس النهاية هتقول له كلمة إرغام وكلمة العلم. كلمتين لهما نفس القافية هتقول له حل ووصل. القواعد النحوية: حدد النكرة والمعرفة في الجمل الآتية. اشترى عيسى دواء لعلاج المريض. النكرة هنا كلمة دواء، والمعرفة عيسى وعلاج والمريض. ظاهرة الاحتباس الحراري خطر على بيئتنا. النكرة كلمة خطر، والمعرفة كلمة ظاهرة، والاحتباس الحراري وكلمة بيئتنا. خلاص، يبقى دي النكرة كلمة خطر، والمعرفة ظاهرة، والاحتباس الحراري وكلمة بيئتنا. أكمل بنوع المعرفة المناسب أمام كل جملة. مكتبة المدرسة مفيدة. كلمة مكتبة معرفة لأنها هتقول له مضافة إلى معرفة. القصة التي قرأتها ممتعة. كلمة التي معرفة لأنها اسم موصول. القواعد الإملائية: صوب الخطأ الإملائي في الجمل الآتية. تسلم الفائز الجائزة الكبرى هتقول له تسلم الفائز الجائزة الكبرى بالياء وليس بالألف. يعمل المجد لتحقيق العلا بالألف وليس بالياء. أهوى رياضة كرة القدم أهوى بالياء وليس بالألف. اقرأ وصف المشهد التالي ثم أجب. في أحد الأحياء الشعبية كان هناك سائح بيتجول في الشوارع التي كانت تمتلئ بأصوات الباعة الجائلين وهم يبيعون بضاعتهم، وفي تلك الأثناء جذبت انتباهه رائحة الأطعمة الشعبية، فقرر تناول وجبة من الفول والفلافل، ثم ذهب إلى المحل المجاور وتناول كوب من المثلجات مما جعله يشعر بالسعادة والسرور. ماذا تسمع؟ هتقول له أصوات الباعة الجائلين. ماذا تشم؟ هتقول له رائحة الأطعمة الشعبية. بما تحس؟ هتقول له بالسعادة والسرور. كده يا بطل حلنا صفحة 87. ما تنسوش حبايبي تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات وحل الكتب المدرسية وكمان التقييمات الأسبوعية. بالتوفيق، مع السلامة حبايبي.